المهندس هاني ابو ريده وهو قاعد في الفسحايه مع الكابتن حلمي، قال له ندور على مدرب ليه يا كابتن حلمي وانت موجود. فالكابتن حلمي طبعا اتبسط كده وقال يا ربنا يخليك لينا يا كابتن هاني، يعني اخيرا هاخد فرصتي وادرب منتخب مصر بعد العمر ده كله من الفشل في كل الانديه اللي دربتها. قال له طبعا يا راجل، هو احنا هنلاقي احسن منك يفشل الكره المصريه؟ يعني بجد منكم لله. وطبعا زي ما انتوا شفتوا، منتخب يعني أقل ما يقال عليه أهان الكرة المصرية. لا شكل ولا أداء ولا روح ولا لعيبة عايزة تعمل حاجة. يعني مش عارف والله انتوا عايزين ايه؟ انتوا هتفضلوا تعكوا لحد امتى؟ وديتوا الكرة المصرية في 60 داهية. من 2010 بنهجس بس على كل مستويات الكورة. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا خربتوها وقعدتوا على تلها. يعني ايه مش عارف تكسب الكويت والامارات والاردن؟ ايه ده؟ من امتى احنا ما بنعرفش نكسب الناس دي؟ احنا بنعاني مش عارفين، يعني احنا بنتعادل معاهم بالعافية وبنخسر من الأردن. المنتخبات دي احنا كنا لو ما بنبعت فرقة في وسط الجدول بتاع الدوري تروح تكسبهم مرتاح وتيجي. انتوا وصلتوا الكرة المصرية لإيه؟ انتوا شايفين انتوا عملتوا ايه؟ انتوا شايفين انتوا وصلتونا لفين؟ عشان كلها ماشية بالحب وبالواسطة وبالصحوبية، هتودونا فين تاني؟ وطبعا في الاخر ولا حد هيتحاسب ولا حد هيحصل له حاجة، وهيفضل كل الفشلة في مكانهم، وهيسيبوا التدريب يطلعوا يتحفونا بتحليلاتهم العبقرية اللي هو اصلا كان بيقعدوا ينتقدوا المدربين، واما هم نزلوا وبقوا في مكانهم يا ريتهم عرفوا يعملوا حاجة. زي تصريحات الكابتن حلمي طولان على حسام حسن ان هو ملوش في التدريب وما بيعرفش يدرب. وانت ايه يا كابتن حلمي عملت ايه؟ ده انت يا راجل مفيش جملة واحدة اتلعبت في الثلاث ماتشات. متفتكرش ان احنا في حاجة هتتغير في كأس الأمم الأفريقية. هيحصل نفس الكلام وهيبقى نفس المنظر ونفس الأسلوب، لأن هي نفس الإدارة ونفس الناس ونفس الشخصيات اللي هي أصلا غير مؤهلة لأماكنها.